السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه يا حبايبي المشاهدين؟ ان شاء الله تكونوا بخير. ان شاء الله النهارده جايلكم بوصفة جديدة وحاجة جديدة تعجبكم بإذن الله. ان شاء الله النهارده هنعمل مع بعض الهريسة الحار بطريقة سهلة وبسيطة وجميلة. انا عملت معاكم قبل كده الهريسة الباردة وطلعت جميلة وحلوة ووريتها لكم، وطبعا قلت لكم لما نكون عايزين نعملها حامية عملتها قدامكم. المرة دي بقى هنعمل الهريسة الحار، برضو ممكن تعمليها وطبعا تاخدي منها معلقة على المعلقة الهريسة الباردة وتبقى جميلة جدا. ممكن تعمليها للناس اللي بيحبوا الحار خالص، تعملها لهم برضو نفس النظام بالهريسة بس الحار. هنسمي بسم الله ونصلي على الرسول ونبدأ المقادير والطريقة. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. أنا معايا هنا كيلو فلفل أحمر حار أهو، حامي طبعا أهو ما شاء الله. بصراحة أنا رحت السوق لقيته في ناس بيبيعوه الفلفل زي ده بالظبط كده ب40 جنيه. بصراحة لقيت في ناس بقى ناس يعني قاعدين بيبيعوا فلفل وبيبيعوا حاجات بقى، ناس فلاحين يعني برضو بيبيعوا فلفل وبيبيعوا ورق عنب وحاجات. وبعدين بصراحة لفت نظري بسألها بكام، قالت لي ب10 جنيه. قلت كريم يا رب اما اجيب كيلو بالمرة واعمله. انا عندي عاملة البارد بس بصراحة الحامي برضو يعني بيبقى ليه طعم تاني برضو. قلت لا فرصة اما اروح اجيب كيلو، ومرة تانية وانا ماشية لو لقيته ابقى اجيب كيلو برضو مش هيخسر، بيتشال في الفريزر من السنة للسنة اهو زي ما انتم شايفينه. بسم الله ما شاء الله، ولا حاجه فيه بايظه ولا حاجه تلفه ولا اي حاجه. بص كمان حتى العنق بتاعه صلاه النبي بسم الله ما شاء الله. بصوا اخضر وجميل ازاي بيبرق اهو، بالرغم ان بقاله كام يوم انا جايباه بس ما شاء الله ولا جراله اي حاجه. طبعا غسلته زي ما انتم شايفينه كده وجميل وتحفه. هفتحه بقى واحطه هوريلكم اعمل فيه ايه. الفلفل اهو معايا حله اهي زي ما انتم شايفينها. معايا الفلفل اهو بسم الله ما شاء الله. انا هفتحه كده. انا معايا ساطوره اهو صغنن زي ما انتم شايفينه ما شاء الله، بس ده عشان حامي قلت اشتغل بيه. لازم طبعا نلبس جوانتي اللي هو القلافز اهو ما شاء الله، لازم تلبسوه علشان برضو بيبقى حار يا جماعه جدا اهو. طبعا احنا بننضفه كده من البذر، هو نضيف زي الفل. انا غسلاه ومن جوه طبعا ده ايه خلقه ربنا وزرع ربنا قشطه من جوه اهو، قشطه ما شاء الله اهو من الظهر اهو. هنعمله برضو مع بعض اهو. هقول لكم برضو الخطوه اللي بعد كده نعمل فيه ايه اهو. بسم الله ما شاء الله تحفه يا جماعه والله اهو. هكمله بقى زي ما انتم شايفينه كده، هفتحه كله وهوريه لكم. انا طبعا زي ما انتم شايفينه كده فتحته ونضفت القلب من جوه. في ناس على فكره بتسيب البذر فيه، انا لا ما بسيبش البذر فيه، انا بنضفه من البذر. هو كده كده حار، في ناس بتسيبه عشان يبقى حامي يعني اهو. واحط له بقى شويه ملح برضو، الملح ده بيحافظ عليه ماده حافظه. واسيبه بقى ايه يديله غلوه واحده. بعد ما ياخد غلوه واحده ويبرد اضربه بقى في الكبه او في الخلاط. طبعا لما بتجيله غلوه وبيبرد وبضربه في الكبه، الغلوه دي بتحافظ لي عليه، بتحافظ على اللون بتاعه وبتحافظ لي على الطعم، وبعدين بتحافظ لي على ان هو يقعد عندي من السنه للسنه. غير ما احطه بارد، اما بحطه قصدي من غير يعني بارد، من غير ما بديله غلوه بيبقى خشن. لا انا بحبه ناعم زي بتاع المطاعم يعني. ده انا اصلا جبته من المطاعم نفسه يعني، ده السر بتاع المطاعم اللي بيبقى الفلفل ناعم وبيبقى لونه حلو وناعم. ده سر المطاعم. تحفه يا جماعه والله، تحفه تحفه تحفه. هو انا بعمله طول عمري كده على طول، وبصراحه برضه لما رحت وسالته وكده لقيته نفس زي ما انا بعمله. تحفه بجد. هيجي بس غلوه واحده وهقفل عليه. ما شاء الله انا عملته اهو. هعمل لكم على بطريقتين. الطريقه دي طبعا انا غسلته اهو تاني، بطرح البذر ما فصصته لاني كنت بفرغ البذر عليه كله. انا نضفته اهو تاني من البذر اهو، يعني نضفته لما كان عليه البذر بس مقفول طبعا زي ما انتم شايفين اهو بالورده بتاعته. ده ان شاء الله طبعا هخليه عشان احطه في كيس واحطه في الفريزر. وقت ما عاوزه يخلص اللي عندي اللي انا هفرمه ده اطلع غيره وهوريه لكم ان شاء الله برضو. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين. يبقى دي كده ادي طريقه اهي. هنحطه في كيس وندخله الفريزر زي ما هو كده. اما تعوزي تطلعيه تسيبيه يفك سنه صغيره كده، تروحي ماسكه ضربه مع حته مع فصين توم او زي ما انت عايزه يعني. وهوريكم بقى اللي على البوتاجاز. بسم الله ما شاء الله زي ما شايفينه بيغلي ازاي. انا هطفي عليه بقى كده وخلاص. هطفي عليه يبرد هضربه واوريه لكم.
انا طفيت عليه خلاص اهو يا جماعه. اهو ده نار جهنم، نار فعلا. اهو هيبرد بس شويه وهاخده بقى اضربه. وطبعا لو احتجت الميه بتاعته هضربه بيها، لان الميه طبعا دي مفيده نازله منه. بس هو حراق جدا فعلا يعني. يعني اللي يعمله ياخد منه معلقه على فلفل بارد يحطه عليه، او ما يكترش. اهو زي ما انتم شايفينه، ده مش ينفع يتحط في الطبيخ يا جماعه، ده ينفع يتحط للبتنجان المخلل او للزيتون لو عايزينه حامي بس. اهو طبعا هيبرد وهضربه واوريهولكم. يبقى كده هنعمل الفلفل الحار اللي هي الهريسه الحار، هنعملها بطريقتين. هنحط شويه في كيس ونحطهم في الفريزر، وقت ما نعوزهم هنطلعهم. والكيس واللي احنا ادينا له غلوه ده عشان يحافظ عليه، ده هنضربه في الخلاط. طبعا عليه ملح، هنضربه في الخلاط بميته بكله. ممكن ما نستعملش الميه كلها، على قد ما الخلاط يمشي. وبعد كده هنروح او في الكبه، بعد كده اروح حاطاه في اكياس وحاطاه في الفريزر. او بطرمان، عندك بطرمان بلاستيك، بطرمان ازاز، حطيه. انا بحطه على فكره على الرف ما بيجراوش حاجه برضه، بس برضه للامان حطيه برضه ايه في الفريزر، اضمن. ممكن تعملي علبه صغيره او بطرمان صغير تحطيه على الرف تاخدي منه. ده غير التوم طبعا. التوم ما ينفعش يتحط بره الفريزر يا جماعه، التوم بيتفرم ويتحط جوه الفريزر. تطلعي علبه صغيره تاخدي منها وتدخليه تاني. هجيب بقى اللي اتعمل ده واضربه واوريهولكم. زي ما انتم شايفينه انا حطيته في الكب اهو، بسم الله ما شاء الله، زي ما انتم شايفينه اهو. وهضربه طبعا، اخلصه طبعا واوريهولكم. اهو يا جماعه انا خلصته، بسم الله ما شاء الله، شايفينه اهو ما شاء الله. ايه رايكم بقى؟ تحفه ولا لا؟ جميل جدا اهو ما شاء الله. بصوا، بصوا اللون ما شاء الله. في ناس بتحب تحط اللي ببذره على اساس انه يبقى حامي، او هو بصراحه مش ناقص حرقان، هو حامي لوحده اهو. عايزه بقى ممكن تحطي له شويه زيت فوق البطرمان، حطي دي، بخليها احطها على الرف استعملها مع الفلفل البارد اللي عندي اللي قلت لكم، يعني دي الهريسه الحار اهي ما شاء الله. ودي برده مليت برطمان اهو ما شاء الله، بيرمي يا جماعه قد كده ما شاء الله اهو. بسم الله ما شاء الله. لسه بقى هكيس طبعا الفلفل واوريهولكم. حبيت اوريكم الفلفل قبل ما احطه في الكيس اهو ما شاء الله. احطه بقى في الكيس وايه وهوريهولكم اهو يا جماعه. انا حطيته اهو بسم الله ما شاء الله زي ما انتم شايفينه اهو. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. اللي ما حطش بقى لايك يحط دلوقتي، واللي ما اشتركش يشترك، ودعموا القناه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. ادي الفلفل اهو في الكيس ده، هشيله في الفريزر زي ما انتم شايفين. ودي الهريسه اهي، ودي اهي طبعا هريسه حار ماشي اهو. انا كده خلصت خالص الحمد لله، كده خلصت. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين، احلى هريسه واجمل هريسه حاره عملتها معاكم. تنفع البتنجان المخلل، قطه مخلله، هتعملي منها زيتون. بس خلي بالك لو تعملي زيتون ما بتاكلوش الحار، خلي بالك برضو ما تحطيش فلفل كتير فيها عشان هي حار قوي. وعلى فكره لازم تبقي لابسه القرافز او اللي هو الجوانش زي ما انت شايفه كده، عشان ما تعملش التهاب في الايد ولا تعمل حساسيه، او حد يدعك في عينيه برضو، بتعمل حساسيه جامده وحرقان جامد في العين غلط يا جماعه. يعني اهم حاجه تلبسوا جوانتي، كيس بلاستيك، اي حاجه اهو. يا رب الفيديو يكون عجبكم. لو عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه ودعموه ودوسوا على الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. حاجه جميله وحاجه في البيت نضيفه. يعني انا ما كنتش اتوقع اجيبه ب 10 جنيه بصراحه. انا قلت اروح اجيب من السوق ب 40 جنيه، ده هجيب ربع كيلو. ربع كيلو ب10 جنيه حلو. لكن بصراحة اما لقيته بصراحة ب10 جنيه طمعت، قلت لا طب ما انا اجيب كيلو. ورحت مرة تاني ولقيته برضه عند الناس اللي هم بيبيعوا الجبنة والمش، وبيبيعوا الفطير والورق العنب، هروح اجيب كيلو برضه تاني. مفيش حاجة بتخسر بالذات في الغلا اللي احنا فيه ده يا جماعة. زي ما انتم شايفين احنا في غلا، يعني ربنا يرحمنا برحمته. من كيلو فلفل عملت ما شاء الله كيس اهو، وعملت علبة وعملت بطرمان. بسم الله ما شاء الله، تحفة يا جماعة، تحفة تحفة. يا رب الفيديو يكون عجبكم الفيديو اشتركوا في القناه زي ما قلت لكم، ودعموه ودوسوا على الجرس. احلى مشاهدين في الدنيا واجمل مشاهدين حبايبي المشاهدين. اشوفكم في فيديو جديد ان شاء الله على خير. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.